السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة نشرح أول 3 وحدات عندك في المنهج قواعد، وهنراجع عليهم بكل بساطة خالص، وهنحل كمان عليهم أسئلة. نسيت أعرفكم بنفسي، أنا مستر محمود مدرس اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله هنبدأ دلوقتي بأول يونت عندك. وأول يونت عندك يا شباب كانت على قاعدة المضارع البسيط. تعال أشرحها لك هنا كده الأول، نشرحها هنا. ايه هو المضارع البسيط يا مستر؟ المضارع البسيط ده بيتكون من ايه يا مستر؟ الاول قال لك بيتكون من اي، الفاعل زائد الفاعل. لو الفاعل اي او وي او يو او زي، بيبقى الفعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافه. تمام؟ يعني يا مستر بدون اي اضافه، يعني الفعل مش اخره اس، مش اخره اي ان جي، مش اخره اي دي. اما لو الفاعل هي او شي او ات، بضيف للفعل في الاخر حرف ايه؟ حرف الاس او الاي اس او الاي اي اس. تمام؟ ماشي يا مستر. امتى بقى استخدم المضارع البسيط؟ قال لك بنستخدم المضارع البسيط للتعبير عن الحقائق. يعني ايه يا مستر التعبير عن الحقائق؟ يعني لو في حاجة حقيقية، زي مثلا اقول لك ايه، الارض بتلف حوالين الشمس، او الارض بتدور حوالين الشمس، صح ولا غلط؟ ده حقيقة يا مستر، يبقى ديت نستخدم المضارع البسيط. يبقى المضارع البسيط بنستخدمه للتعبير عن الحقائق، وبستخدم المضارع البسيط مع العادات اللي بتحصل في يومك. يعني مثلا أنا بصحى كل يوم الساعة 9 وبروح المدرسة وبفطر وهكذا بقى. فإذا العادات اللي بتحصل في يومك بنستخدم معاها مين؟ البريزنت سيمبل. في كلمات أول ما أشوفها أعرف إن أنا في المضارع البسيط، زي مثلا every. كلمة every دي أول ما أشوف كلمة every أعرف إن أنت فين؟ في المضارع البسيط. ماشي يا شباب؟ ماشي يا مستر. احنا عايزين بقى التريكات يا مستر. الأول تعالى أديك أول حاجة كده إيه القاعدة ببساطة خالص. القاعدة بتتكون من I we ويو زي والفعل في المصدر. أما مع هي وشو إت بضيف للفعل حرف الإس. وفي النفي بنفي مع أي وي ويو زي بحاجة اسمها دونت. أما مع هي وشو إت بنفي بحاجة اسمها doesn't. و don't و doesn't بيجي بعدهم الفعل اللي فين يا دكاترة؟ بيجي بعدهم الفعل بدون أي إضافة اللي هو المصدر. يبقى المضارع البسيط بستخدمه مع الحقائق، بستخدمه مع العادات، وبستخدمه مع ظروف التكرار. ايه هي يا مستر ظروف التكرار؟ ظروف التكرار ديت يا شباب اللي هي ايه؟ usually و often و never و often. ايه هي ظروف التكرار دي؟ والمضارع البسيط يا شباب بستخدمه مع ظروف التكرار. ايه يا مستر ظروف التكرار ديت؟ قالك ظروف التكرار ديت اللي هي always و usually و sometimes و often و never. ظروف التكرار. ركز في الحتة ديت عشان هو هيلعب لك عليها في الامتحان. يعمل لك ايه يا معلم؟ بص بقى ركز معايا هنا. ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل. يا مستر انا عارف ازاي ان ده فعل؟ الفعل ده يا شباب بيبدأ بحرف الياء. بيبدأ بحرف ايه؟ بيبدأ بحرف الياء. وظروف التكرار بتيجي بعد ظروف التكرار بتيجي بعد am أو is أو mean أو are. بص كده، ظرف التكرار بيجي بعد am و is و are، بيبقى موقعه رقم 2، يعني هو بعد am و is و are. أما يا مستر لو مفيش قبلها am و is و are يبقى ظرف التكرار رقم 1. يعني مثلا كده على سبيل المثال هديك مثال كده. يقول لك إيه؟ يقول لك مثلا كده في الاختيارات يقول لك إيه؟ usually play ولا play usually؟ بكل بساطة خالص هنعمل ايه هنا؟ مستر، هنا مفيش ام واز وار، صح؟ صح يا مستر. فإذا ظرف التكرار هيكون رقم 1. فين بقى اللي في الاختر فيهم ظرف التكرار رقم 1؟ تبقى الإجابة usually play. يعمل لك مثال تاني كده، يقول لك is usually ولا usually is؟ ها مستر، انت قلت لي لو في am with are بيكون ظرف التكرار رقم كام؟ رقم 2. يبقى الإجابة ايه؟ is usually. تمام؟ ماشي يا مستر. تعال نشوف هنا. بيقول لك ايه؟ نستخدم المضارع البسيط للتعبير عن العادات والحقائق. زي مثلا ايه I play sport after school.
they watch TV in the evening. The children، ركز بقى في الحتة دي، كلمة children دي يا شباب جمع، تعامل معاملة الجمع، فيجي بعدها الفعل في المصدر. تمام. أما مع he و she و it بنضيف للفعل في الآخر حرف إيه؟ حرف الإس. زي مثلا he plays football every day. لاحظ هنا إن كلمة every day بعاد عن بعض، يعني في مسافة بينهم، علشان هيجيب لنا دلوقتي إيه مثال عليها. every day هيجيبها لك إيه؟ ديت لازقة في كلمة every، فديت غلط. every لوحدها ودي لوحدها. ماشي. على فكرة عندنا 3 طرق للنفي، إيه هما؟ don't و doesn't و never. don't و doesn't و never. ركز بقى معايا كده. don't بيجي بعدها الفعل في المصدر، و doesn't بيجي بعدها الفعل في المصدر بدون أي إضافة. never بقى لا إما يجي بعدها الفعل في المصدر أو يجي بعدها الفعل مضاف له اس. ليه يا مستر؟ في طريقة كده أنا بشرحها بيها إن don't و doesn't دمت عيال بلطجية، يعني لازم بعدهم يكون الفعل فين؟ لازم بعدهم يكون الفعل في المصدر. أما نيفر ديت غلبانة على حسب اللي قبلها، والله لو قبلي I أو we أو you أو they يبقى بعد الفعل في المصدر، لو قبلي he أو she أو it يبقى بعد الفعل مضاف له حرف إيه؟ مضاف له حرف الإس. السؤال الأول بيقول لك إيه water not at 100. عايز أقول لك إن المية بتغلي عند درجة حرارة إيه؟ 100 سيليزيوس. فالإجابة تبقى إيه بقى؟ المية ديت مفرد يا مستر، والمفرد بنضيف له حرف إيه؟ حرف الإس. My dad doesn't. إحنا قلنا don't و doesn't دول مالهم؟ عيال بلطجية. يعني إيه يا مستر؟ يعني لازم الفعل اللي بعدهم يكون فين؟ يكون في المصدر من غير أي إضافة، يبقى الإجابة work. The plane الطيارة at 3 o'clock in the morning. بنستخدم المضارع البسيط برضه يا شباب مع جدول المواعيد، مع الجداول اللي هي الأرقام دي، مع الساعات والكلام ده. فإذا الطيارة هنا، البلين هنا مفرد، فإذا المفرد بنضيف له حرف إيه في الآخر؟ حرف الإس، تبقى الإجابة إيه؟ arrives. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه when does. إحنا قلنا do does بيجي بعدهم الفعل فين؟ في المصدر، يبقى فين المصدر؟ visit. he helps the poor. ركز بقى هنا، he helps the poor. إحنا قلنا عندنا كام طريقة للنفي؟ عندنا 3 طرق للنفي في المضارع البسيط. إيه هما؟ don't و doesn't و never. تمام. واحد يقول يا مستر هي مفرد فاختار doesn't، فاقول له غلط. ليه غلط يا مستر؟ ما احنا قلنا ايه doesn't ديت عيلة ايه بلطجية، لازم يجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر من غير اي اضافة، وهنا هيلبس اخرها حرف الاس، فاذا هنا ايه doesn't ما تنفعنيش، فتبقى الاجابة ايه يا شباب؟ هتبقى الاجابة never. السؤال اللي بعده she not helpful. ركز بقى، احنا قلنا ظرف التكرار بيجي بعد am و is ومين؟ am و is و are. am و is و are. فهنا شي مفرد، انا عايز دلوقتي هستبعد ايه؟ هستبعد ده اهي، وهي هستبعد دي. ليه؟ عشان ظرف التكرار، او عشان ظرف التكرار المفروض يكون بعد am و is و are مش قبلهم. فهنا برضو هستبعد دي، فتبقى الإجابة ايه؟ اهي is always. السؤال رقم 7 نقط تامر read English. yes he does. هو سأل بمين هنا؟ يبقى هيسأل does. ليه يا مستر؟ عشان الإجابة قالك إيه؟ yes he does. تمام؟ يبقى هنا هيسأل does. السؤال رقم 8 we go to school on Friday. هنا بقى الجملة دي عشان تحلها لازم تترجمها. في حد بيروح المدرسة يوم الجمعة؟ لأ يا مستر، فأنا عايز نفي، فالنفي يبقى إيه؟ never. my dad two books every week. every كلمة بتدل على المضارع البسيط، و my dad هنا مفرد، والمفرد بضيف له حرف ايه؟ حرف الاس، بتبقى الإجابة boys. the sun always in the east. ماشي، هنا في ظرف تكرار يا مستر، واحنا قلنا ظروف التكرار لازم اللي قبلها هو اللي هيحدد اللي بعدها. لو قبلها I أو we أو you أو they أو أي اسم جمع يبقى بعدها الفعل في المصدر.
لو قبلها he أو she أو it أو أي اسم مفرد يبقى بعدها الفعل مضاف له حرف الإس. الشمس هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، فإذا أختار الكلمة اللي آخرها حرف الإس فتبقى جاي rises. السؤال رقم 11. I not eat fast food only on special occasion. بيقول لك إيه، أنا باكل الأكل السريع ده مرة واحدة بس فقط. فين هي؟ في الإيه؟ في المناسبات العائلية أو المناسبات الخاصة. فعايز أقول بقى أنا نادرا باكل الفاست فود، فتبقى الإجابة إيه؟ I rarely. السؤال رقم 12. How do you go to the club؟ قال لك إيه؟ always، دائما. عايز أقول لك كام عدد المرات اللي أنت بتروح بيها النادي، فتبقى how often. he never، إحنا قلنا ظروف التكرار دولت اللي قبلها هو اللي بيحدد اللي بعدها. هي هنا مفرد فهضيف للكلمة ده حرف إيه؟ هضيف لها حرف الإس. شطار. they play football. بص بقى هنا عمل لك إيه الصيع؟ every day، لزقها لك في بعض. إحنا قلنا إيه؟ المفروض every دي تبقى لوحدها every، وبعدين أسيب مسافة وأكتب day. every إيه؟ every day. السؤال رقم 3. she not up early it is her habit. ديت العادة بتاعتها، واحنا قلنا احنا بنستخدم المضارع البسيط مع العادات، فشي هنا مفرد فتبقى الإجابة gets. هرجع جوت للمصدر اللي هو get وأضيف لها حرف الإس. السؤال رقم 4. does. مش عايز أكمل الجملة يا مصر، أنت قلت لي do does دمت ناس بلطجية ولازم يكون بعدهم الفعل فين؟ في المصدر، والمصدر بيكون من غير إضافة، فهشيل حرف إيه؟ هشيل حرف الإس فتبقى speak. السؤال هايدي with her grandfather. هايدي دي مفرد، والمفرد بنضيف له حرف ايه؟ حرف الاس. السؤال رقم 6. هاني plays tennis he play it every day. هو كل يوم بيلعبها، يبقى هو نادرا ولا هو ابدا ما بيلعبهاش ولا هو دائما بيلعبها؟ دائما يعني ايه؟ كويس. السؤال اللي بعده. she bad food. احنا قلنا ظرف التكرار لو مفيش قبله ام ويز ار يبقى هو الموقع بتاعه رقم 1، فهنا هعمل ايه؟ هبدل they ready for their exam. ركز بقى هنا، احنا قلنا do does لازم يكون بعدهم فعل، والفعل ده في المصدر، وقلنا ازاي يا مستر نعرف ان ده فعل؟ الفعل ده لما ترجمه للعربي بيبدأ بحرف الياء. ماشي، يعني مثلا زي play، ترجمة كده بالعربي play يعني ايه؟ يلعب، فإذا دي فعل. eat يأكل، فعل. drink يشرب، فعل عشان بدأ بحرف الياء. أما هنا بقى ready يعني إيه؟ جاهز، مش بدأ بحرف الياء. في الحالة ديت يا شباب بنستخدم الفيرب تو بي. إيه هو الفيرب تو بي ده يا مستر؟ اللي هو am we is we are. am و is وإيه؟ am و is و are. am مع I، و is مع he و she و it. he we she و it. و are مع مين؟ مع you و we و they. فهنا جاب لك زي، يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة are. يبقى they are ready. تمام. where does. مستر مش عايز أكمل، أنت قلت لي does ديت إيه؟ بلطجية وبيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، يبقى الإجابة work. منار late for her work. إحنا قلنا ظرف التكرار بيجي بعد am و is و are مش قبله يا مستر، هنبدل. he not forgets his homework he is clever. هي بتنسى الواجب، هي عبقرية أو هي ذكية جدا. فهنا أقول هي دائما ولا هي أبدا؟ يبقى هي أبدا مش بتنسى الواجب، يبقى never. أنا بقى إحنا كده خلصنا أول يونت عندك، تعال نخش على اليونت التانية وسهلة جدا جدا جدا. تعال أشرح لك ببساطة خالص كده. القاعدة هنا قاعدة المضارع المستمر بيتكون من الفاعل زائد am we is we are، وبعدهم الفيرب مضاف له إيه؟ بعدهم الفيرب مضاف له ing يا مستر. مستر من الآخر كده أنا إمتى أستخدم المضارع المستمر؟ قال لك في كلمات كده أول ما تشوفها استخدم المضارع المستمر. إيه هما؟ كلمة زي now اللي هي الآن، كلمة زي at the moment في هذه اللحظة، كلمة زي listen
كلمة زي look. دول أشهر الكلمات اللي عندك. أول ما تشوف now، أول ما تشوف at the moment، أول ما تشوف listen، أول ما تشوف look، استخدم المضارع المستمر اللي هو am is are زائد الفيرب مضاف له إيه؟ ing. إمتى أختار am؟ بختار am مع الفاعل I. إمتى أختار is؟ مع he و she و it وأي اسم مفرد. إمتى أختار are؟ مع you و we و they وأي اسم جمع. بس هي دي القاعدة. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. ماشي. عندنا حاجة اسمها عندنا بنعبر عن القدرة بحاجة اسمها كان. بنعبر عن القدرة بحاجة اسمها كان، وكان بيجي بعدها الفعل فين برضه في المصدر. يبقى هنا كان بيجي بعدها الفعل في المصدر وبتعبر عن القدرة. تعالى بقى نخش على الأسئلة. أول سؤال بيقول لك إيه who is the car. إحنا قلنا am و is و are بيجي بعدهم الفيرب مضاف له إيه ing، فتبقى الإجابة barking. she knows how to use the internet now. مستر now مضارع مستمر. مضارع مستمر am is are ing والشي هنا مفرد، فتبقى الإجابة is learning. السؤال رقم 3 بيقول لك إيه why not they feeling tired. why they جه بعدها ing. في ing يبقى لازم am is are. they هنا جمع فتبقى الإجابة مين؟ are. what are the children. احنا قلنا am و is are بيجي بعدهم الفيرب مضاف له إيه ing، فتبقى الإجابة doing. the السؤال رقم 5 بيقول لك إيه the pupils are always not noise in the class. بيقول لك التلاميذ دايما بيعملوا دوشة في الفصل. هنا في are تمام، و am و is و are بيجي بعدهم الفيرب مضاف له إيه ing. she is cooking and ركز بقى في الحتة دي the dishes. هنا بقى بيقول لك إيه لما تشوف كلمة and يا شباب، تعال نكتب لك هنا ملحوظة كويسة. لما تشوف كلمة and، لما تشوف كلمة and وبعدها نقط، اعرف النقط ديت هتكون نفس زمن النقط اللي قبلها أو نفس زمن الجملة اللي قبلها. يعني مثلا كده لقيت قبل and ماضي، يبقى إذا بعد and إيه برضه ماضي. لقيت قبل and مضارع، يبقى بعد and مضارع. لقيت قبل and مضارع مستمر، يبقى بعد and مضارع مستمر. بكل بساطة خالص. فهنا يا مستر السؤال رقم 6، هنا قبل and is وبعدها الفيرب مضاف له ing، يبقى أنا أختار حاجة آخرها إيه ing، فتبقى الإجابة إيه washing. تبقى الإجابة إيه. السؤال رقم 7 بيقول لك إيه I am مش عايز أكمل am is are ing، فتبقى الإجابة visiting. هنا you writing هنا ing، فإذا لازم يكون قبلها am is are. you هتاخد مين are they cooking. هنا بقى جاب لك now last yesterday ago. التلاتة دولت بيدلوا على الماضي، فالإجابة هتبقى إيه now. the weather is hotter. is يبقى am is are ing. سهلة ولا صعبة يا شباب؟ ماشي خش على اللي بعد. ركز يا بطل. السؤال اللي بعده بيقول لك we not understand well when we are distracted. احنا بنفهم او احنا عندنا القدرة ان احنا نفهم كويس لما نكون مشتتين. لا يا مستر، يبقى الإجابة ايه can't. السؤال رقم 2 بيقول لك إيه they not for the exam now. now كلمة بتدل على المضارع المستمر. they جمع، فتبقى الإجابة إيه are revising. السؤال اللي بعده بسنت is am is are بيجي بعدهم إيه ing، يبقى using. we focus better when we have a goal. عايز أقول لك بقى إن أنت عندك القدرة إن أنت أو أنت بتستطيع اللي أنت تركز كويس لما يكون عندك هدف، فتبقى يستطيع we can. I short story at the moment. at the moment مضارع مستمر. I هتاخد am و
هنضيف للكلمة اللي بعدها ing يبقى reading. We are trying to solve the problem. بص بقى، هنا مضارع مستمر، فأنا عايز حاجة بتدل على المضارع المستمر. أي كلمة بقى اللي هي إيه، مثلا now مثلا، أو at the moment. I كان بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فهنشيل حرف الاس. What are you؟ am و is و are بيجي بعدهم الفيرب نضاف له ايه؟ ing. They are برضه نفس الحوار، هنضيف لها ing. You يبقى كان على طول. يبقى you can borrow my book. I allow you to read it. فأنا بقول لك أنا بسمح لك إن أنت تقرأه، فأنت يبقى تستطيع. ركز هنا، بيقول لك حول الجملة ديت لإيه؟ للمضارع present continuous اللي هو المضارع المستمر. ماشي. هو أصلا المضارع المستمر بيتكون من إيه؟ من فاعل، وبعد الفاعل am أو is أو are، زائد الفيرب مضاف له إيه؟ ing، ونجيب كلمة في الآخر بتدل كلمة دل على الزمن. فبص كده، ده الفاعل، دي جمع ولا مفرد؟ جمع، فتاخد is ولا are، وبعدها الفيرب مضاف له ing، يبقى we are doing، ونكمل بقية الجملة ونحط في الآخر إيه؟ now مثلا. أي كلمة بقى بتدل على المضارع المستمر. I الفاعل، هتاخد am ولا is؟ I am، وبعدها الفيرب مضاف له ing، بس هضاعف حرف التي. ليه يا مستر ضعفت حرف التي؟ علشان هنا لما تلاقي الكلمة آخرها حرف ساكن وقبلها حرف متحرك، بنضاعف الحرف الساكن وبنضيف لها ing. فأنا هكتب الجملة، وإحنا خلاص كده خلصنا يعتبر. I am getting better step by step now مثلا. فاهمين؟ نحط كلمة بتدل على إيه؟ على المضارع المستمر في الآخر. The students دي الفاعل، هنا الطلاب هنا جمع ولا مفرد؟ جمع، فياخدوا مين؟ are، وبعدها الفيرب مضاف له ing. revising. تمام، ونكتب بقية الجملة ونحط في الآخر مين؟ now مثلا. أي كلمة بتدل على مضارع مستمر اللي هي now أو at the moment. he مفرد، فتاخد is، ونضيف للكلمة دي ing، ونحط now في الآخر. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. بيقول لك هنا إيه؟ find the mistake، دور على الغلط هنا، أو إيه؟ نلاقي الغلط و correct them وصححه. أول سؤال بيقول لك I am learn، am و is و are بيجي بعدهم الفيرب مضاف له إيه؟ ing، فأضيف لها ing فتبقى learning. السؤال اللي بعده she can swim، هي أصلا كان بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فتبقى الإجابة swim، هنشيل حرف الاس. they were playing football in the playground right now ديت مضارع مستمر مش ماضي مستمر، فهنشيل were ونحط مين؟ are. ليه حطيت are؟ علشان الفاعل زي. السؤال رقم 4 my favorite subject is English I can't speak it very well. بقولك المادة المفضلة بتاعتي هي الإنجليزي. إزاي بقى أنا مش بعرف أقرأ كويس؟ فتبقى الإجابة إزاي بقى أنا مش بعرف أتحدث كويس؟ فتبقى الإجابة مين؟ I can. آخر قاعدة عندنا اللي هي unit 3، إن شاء الله انتظروا كمان شوية. هنزل لكم فيديو مراجعة على الوحدة، على التلات وحدات الباقيين، وهنحل عليهم برضه. يبقى احنا كده خلصنا الجرامر، وانتظروا برضو فيديو ان شاء الله هيبقى مراجعة على الكلمات كلها وحل على الكلمات. تمام يا دكاترة؟ ماشي. اول حاجة ايه هو الماضي البسيط ده يا مستر؟ بسرعة كده هيجيب لك انا الناحية بتاعته ان شاء الله. بص كده، الماضي البسيط ده بيتكون من الفاعل اللي هو السبجكت زائد الفيرب اللي هو الفعل. الفعل ده لو منتظم اللي هو ريجولار بنضيف له في الاخر اي دي، يعني مثلا زي بلاي، الماضي منها بلايد، كلين، كليند، فيزيت، فيزيتد، وهكذا. اما لو مش منتظم بيبقى التصريف التاني. ايه هو التصريف التاني ده يا مستر؟ التصريف التاني ده دي انت بتحفظه بقى. زي مثلا الماضي من جو هو مين؟ هو went. الماضي من مثلا eat هو ate. الماضي، ركز بقى في التلات افعال اللي انا اقولهم لك عليهم دول. الماضي من read هو نفس الكلمة بس الاختلاف في النطق read. الماضي من cut نفس الكلمة cut. الماضي من see، الماضي من see هو saw.
ركز بقى معايا هنا، عندنا حاجة اسمها used to. used to دي يا شباب معناها اعتاد أن في الماضي، يعني أنت كنت معتاد إن أنت تعمل حاجة في الماضي بس دلوقتي ما أنتش بتعمل الحاجة دي. وused to يا شباب بيجي بعدها الفعل في المصدر. تمام، هديك أنا الزتونة بتاعتها. بص يا بطل انت اهو، بان في used to ازاي؟ بان في used to بحاجة اسمها didn't، و didn't بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. فلما تلاقي didn't قبل لما تلاقي didn't يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ فأنت لما تشوف didn't هتبقى الإجابة use to. ليه يا مستر؟ عشان didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. تمام، يبقى في حالتين بستخدم فيهم use to، لو شفت did أو شفت didn't. تمام، لو أنا شفت did أو didn't يبقى الإجابة used to، ما شفتش ولا did ولا didn't يبقى الإجابة used to. طبعا في كلمات بتدل على الماضي زي مثلا إيه؟ last week last month. ago بيجي قبلها مدة زمنية. yesterday إنه سنة في الماضي. in the past. مثلا كده بقولك إيه last week I swam in the sea. الأسبوع اللي فات أنا عمت في البحر. the weather was hot yesterday. الطقس كان حر إيه امبارح. بص لاحظ هنا بيقولك ملاحظة، بيقولك هنا في ملاحظة. إيه الملاحظة ديت؟ لما تلاقي كلمة when بعدها فاعل فأعرف إن هيكون بعدها was أو مين أو where. تمام، وتكملة الجملة، وبعد الكوما يكون في فاعل، وبعد الفاعل ده يكون ماضي ايه؟ ماضي بسيط. يعني مثلا كده يقول لك ايه when، جه بعدها فاعل اهو I ده بياخد was. وبعدين 10 when I was 10 لما انا كان عندي 10 سنين I visited أسوان. انا زرت مين؟ انا زرت أسوان. في ملحوظة كمان بيقول لك ظروف التكرار ديت ممكن تجيلك في الماضي ومع كلمة everyday برضو، بس يبقى لتدل على تكرار حدوث الفعل فين؟ في الماضي. يعني مثلا كده بيقول لك ايه she visited the zoo every day. كانت بتزور المدينة بتاعت الحديقة كل يوم. when she was in Cairo لما هي كانت في القاهرة، فديت ماضي. تعال نحل بقى على القاعدة. السؤال بيقول لك ايه what do you أول سؤال بيقول لك إيه what you do last Friday. last Friday كلمة بتدل على الماضي، وهنا في فعل اللي هو do فتبقى الإجابة did. what did you do؟ I not 2 hours studying English yesterday كلمة بتدل على الماضي، والماضي لا إما يكون آخره إيدي أو تصريف تاني فتبقى الإجابة spent. السؤال رقم 3 we not happy because my brother bought ديت ماضي صح؟ فهنا happy ديت معناها سعيد، وسعيد ديت يا مستر صفة، واحنا قلنا الصفة لازم يجي قبلها ايه was أو were، ما ينفعش يجي قبلها did ولا يجي قبلها have عشان هنا الجملة دي في زمن الماضي. فوي جمع فتبقى الإجابة were. she always early when she was at school. بص بقى هنا جايب لك ظرف تكرار. في ناس مش هتقرأ الجملة للآخر وتقول لك يا مستر ده في ظرف تكرار فاختار مضارع بسيط. ما تقرأ للآخر. قال لك ايه لما هي كانت في المدرسة فده ماضي، والماضي بيكون آخره ايدي. السؤال رقم 5 how not you go تبقى how did. ليه ما اخترناش where يا مستر؟ علشان go يعني go يعني يذهب، هنا ده في فعل والفعل ده فين؟ في المصدر، فاختار did. السؤال رقم 6 بيقول لك when I young. قلت لك لما اشوف when بعدها فاعل يبقى نختار لا اما was او where. تمام، فا هتاخد was ولا where؟ هتاخد was. I often my grandpa when he was alive. يبقى هنا كلمة سامي هنا مفرد happy سعيد، فمش هختار didn't عشان دي صفة فتبقى الإجابة مين؟ wasn't. I not my lunch and went to the club. يبقى بص went ديت في زمن مين؟ في زمن الماضي. طب هي أصلا الماضي من مين؟ الماضي من go هو went، فالجملة دي في زمن الماضي. والماضي من have و has هو مين؟ had. we not a new movie last weekend. last weekend كلمة بتدل على الماضي، والماضي من see saw. أول سؤال بيقول لك she not her grandma 2 days ago. كلمة ago كلمة بتدل على الماضي، والماضي من visit هو visited. my friend absent yesterday يبقى was. ليه يا مستر؟ عشان الماضي من is هو was، والماضي من are هو were. السؤال رقم 3 دكتور سميرة موسى a hero. سميرة موسى ديت مفرد، والمفرد بياخد was. we
to Luxor 3 years ago. ago كلمة بتدل على الماضي، والماضي من move هو moved. آخر سؤال، نادى didn't. احنا قلنا didn't دي البلطجية وبيجي بعدها الفعل في المصدر، والمصدر من went. مين شاطر يقولها؟ go. وكده يا شباب نكون خلصنا مراجعة أول 3 وحد، وإن شاء الله انتظروا ال3 وحد الباقيين. وبالتوفيق، ولو وصلت لحد هنا اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.